السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا احباب الله؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ومعاكم فيديو جديد من قناة دينا ريان. اشتركوا في قناة شهادة سلطتكم. النهارده بقى هنعمل وصفات حلوة جدا صيفية، وان شاء الله وصفات تعجبكم سريعة. اول حاجة كده قلنا نفطر كده. كنت عندي بليلة كنت عاملاها بيوم. اولادي بيحبوها جدا جدا. بحب اعملها لهم كده صيف او شتاء. بصراحة هي اكلة حلوة قوي قوي، وكمان اكلة مغذية. فاحنا بنحبها عامه بقى صيف او شتاء، احنا بنحب نعملها. فكنت عاملاها قبلها بيوم بالليل، اتعشينا منها وفطرنا منها تاني يوم. اول حاجه كده سخنتها، وكنت جايبه لبن وغليته، وحطيت كده شويه سكر وجهزتها وكده، وفطرنا الف هنا وشفا اللي كل. بصراحه بقى المج ده تحفه جدا، اللي هو الحراري دوت. بيبقى حلو قوي في الرحلات وكده. انا عامه بحب اشرب فيه في البيت. بعمل النسكافيه بتاعي وبشرب فيه طول النهار، بيفضل سخن معايا لحد اخر شفطه زي ما بيقولوا يعني. فجميل جدا. عملت بقى كوبايه نسكافيه اليوم ده، ما شربتش شاي بلبن، فقلت اعمل كوبايه نسكافيه كده تنفع معايا بقى اشرب منها لحد ما اخلص اللي ورايا. اللهم بارك. طعمها حلو جدا جدا لحد اخر لحظه، ولا بيكرف بقى ولا طعمها بتبرد ولا اي حاجه. كنت عامله كابتشينو موكا وحطيت سكر وعملته بلبن وقفلته بقى وسبته. بصوا يعني، حتى لو نسيت، انا من الناس اللي بنسى المشروب بتاعي السخن، بنساه لحد ما يتلج ايا كان بقى، قهوه او شاي او نسكافيه. فبصراحه المج ده عجبني جدا جدا. النهارده نعمل مع بعض وصفه حلوه قوي قوي قوي. النهارده هنعمل البفتيك. مش هنقليه، هنعمله زي صينيه بفتيك كده. مش هيبقى فيه بقى ولا بيض ولا بقسماط ولا هنقلي ولا زيت ولا الكلام ده كله. طريقه سهله جدا تشبه البانيه شويه. هنا اول حاجه جبت بصلايه فرمتها كويس جدا في الكبه. نزلت بالبهارات بتاعتي، حطيت ملح وفلفل اسمر و11 بهار او السبع بهارات. 11 بهار اللي هي الاكياس اللي بتتباع الجديده دي حلوه قوي، او السبع بهارات اللي بتجيبها من عند العطار. وحطيت شويه من الخل وقلبتهم كده مع البصله. والخل هنا يخلي معايا انسجه اللحمه تبقى إيه تستوي معايا بسرعه. هنا بقى رحت قلبت البصل كويس جدا بالتوابل بتاعتي بالخل. وبدات كده حاولي تجيبي علبه محكمه الغلق، لان كل ما التتبيله تقعد في اللحمه اكتر كل ما تستوي معاكي اسرع. جبت بقى هنا كان معايا نص كيلو بفتيك. البفتيك مفروض بيبقى مدقوق وكده، هو اصلا الانسجه بتاعته مفتحه، لان هو اصلا بتيجي من عند الجزار مدقوق وكده، بيدقوه بالشاكوش اللي هو بتاع اللحوم. فبالتالي بيبقى انسجته مفتحه زي ما انتم شايفين كده. ببدا بقى احط كل واحده كده واشبعها كويس جدا جدا من التتبيله، واخليها تتشرب كويس قوي قوي من التتبيله. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، اللحمه كلها بقت شاربه من التتبيله. هحاول اغطيها بقى اطول وقت ممكن في التلاجة. يعني مثلا هتطبخها تاني يوم، حاولي تتبليها قبلها بيوم بالليل. تقعد بقى من 12 ل 13 14 ساعه بجد. كل ما تقعد في التتبيله هتديكي نتيجه اسرع وتستوي معاكي اسرع. هنا بصراحه كنت جايبه الحله، حبيت ان انا اعملها في حاجه جرانيت عشان ما تلزقش معايا. فحبيت ان انا اعملها في الحله الكبيره دي. طبعا انت عندك طاسه او عندك جريلا يبقى معاكي الوصفه دي ممتازه جدا. جبت بقى الحله بتاعتي، حطيت فيها شويه من زيت بسيطه جدا جدا، حاجه بسيطه يعني كام معلقه زيت كده. عايزه اقول لكم ولا شاربه زيت ولا مليانه دهون ولا اي حاجه، بجد تحفه قوي. بدات بقى انزل بالتتبيله بتاعتي، وبرده باقي التتبيله اللي هتتبقى مع اللحمه هنزل بيها على اللحمه نفسها، لان التتبيله دي اصلا طعمها حلو جدا. بقينا نغمسها كده او تعملي جنبها شويه رز ابيض، بجد الوصفه هتعجبكم جدا جدا. ينفع جنبها بقى رز ابيض او بعيش زي ما قلت لكم. ينفع من جنبها كذا حاجه يعني. بدات بقى انزل بكل قطعه من البفتيك. بس حاولي الحله تبقى سخنه جدا، او الطاسه تبقى سخنه جدا جدا، او الجريلا بتاعتك، عشان ما تنزلش ميه. انا كنت مسخنه الحله كويس، بس مش عارفه ليه نزلت ميتها. قلت ممكن عشان التتبيله كانت مليانه سوائل من اللحمه ومن الخل اللي انا كنت حطاه ومن تتبيله البصل، لان طبعا حطيت ملح على البصل ميته. فهو ده اللي خلى اللحمه فيها سوائل. بس انتي حاولي تكوني مسخنه الجريلا بتاعتك كويس جدا جدا، فتنزل اللحمه على طاسه سخنه او جريلا سخنه. هتبدا تشرب ميتها على طول لو نزلت ميه دي. وتبدا كده تاخد لون، كل ناحيه تاخد لون، وتقلبي الناحيه التانية لحد ما تحاولي ان هي تشرب ميتها خالص. هنا بصوا بوريكم بقيه التتبيله اللي هي البصل وكده نزلت بيها، عشان هو ده اللي يعمل الصوص بتاعي البني اللي هيبقى في الاخر. منها فيها كده، مش هحط لها اي حاجه خالص. انا طبعا سبتها تاخد لون كده على ناحيه، وقفلت الغطا عليها ان هي تشرب ميتها. وطبعا كل ده على نار عاليه، عشان انا عايزه الميه دي كلها تتشرب. وببدا ازود لها ميه، طبعا ميه سخنه من الكتل، ميه الكتل او براد يبقى سخن جنبك. واحاول انزلي كده عليه كل شويه، كل ما تلاقي الميه بدات تتشرب بتنزل كده بميه من الكتل زي ما انتم شايفين، لان انا عايزه الصوص في الاخر يبقى تقيل، وفي نفس الوقت يبقى لونه بني زي ما انتم شايفين. اليوم ده كنت عامله ممبار، بصراحه انا كنت عامل ممبار بس اليوم ده. فقالوا لي لا، عايزين حاجه جنب الممبار، فطلعت كيس بفتيك.
فقلت بقى الاكله دي مش هتخلص في يوم واحد، لا انا هقسمها على مرتين. الممبار ده اللهم بارك كان كيلو، قسمته على اكلتين. يعني انا سلقته كله، يعني حشيته كله سلقته كله وسبت نصه في التلاجة لتاني يوم يتقلي، ونصه قليته النهارده مع البفتيك. برضو البفتيك ما اتاكلش كله، قسمته برضو، حاولت اقسمه على مرتين عشان برضو ما يكونش يوم مليان مثلا عامله بفتيك وممبار وكده وتاني يوم اعمل اي حاجه. لا، قسمت الاكل اللي هم بالك كانت كتير. الممبار رمى معايا كتير، الممبار ده ممبار جملي. كانت ماما جايبهولي بجد حلو قوي، عندنا بيتباع حلو واحنا بنحب الحاجات الجملي، فكان طعمها حلو وما خدش سوا معايا اللي هو بقى زي الحاجات الجمل اللي بتستوي كتير على البوتاجاز. لا انا سبته يغلي اول غلوتين كده، وبعد كده عديت على النار خالص. انا ما عملتوش معاكم لان انا بعمله بخلطه محشي عادي، اللي هو التخديعه العاديه بتاعه المحشي، ومش بحب يعني مش بنعمله ني في ني، لا بخدع له عادي خالص زي المحشي. وخضرة المحشي هي كل حاجة زي طريقة المحشي بالظبط. وعملت بيه الممبار، وبعد كده سلقته أول غلوتين كده، يعني أول ربع ساعة سبته على نار عالية، وبعد كده هديت عليه النار خالص. قعد نص ساعة كده على البوتاجاز على نار هادية، فما شاء الله استوى وبقى جميل جدا جدا. سبته بقى في المية بتاعته كده شوية، فطلع ما شاء الله حلو قوي قوي، وما بقاش يموت معايا في الطاقة بتاعته، فكان حلو قوي ما شاء الله. هنا البفتيك بتاعي بدأ يدخل في السوا، ما خدش معايا اللهم بارك تلت ساعة على البوتاجاز. كل ما طبق لما معليه على النار كل ما يشرب المية بتاعته او الصوص بتاعه، ببدأ ازود له مية مغلية من الكتل. بصوا لهم ما شاء الله اللهم بارك. الممبار متحمر كويس جدا، نخليها بقى ايه متحمر يمين وشمال كده، عاملاه في الزيت. بجد كان طعمه حلو قوي قوي قوي، فانا وشفا للي كل. وبرده البفتيك ما شاء الله اللهم بارك، انا هنا مش حاطه الصوص بتاعه. تاني يوم بقى غمسنا بقى الصوص بتاعه والبفتيك الباقي ده ما كانش كله طبعا، باقي نص كيلو كان قده تقريبا. اللهم بارك. الحاجه كانت راميه معايا كميه حلوه، فالحاجه ما تتاكلش في يوم واحد. حاولي ان انت تقسميها، بجد هتفرق معاكي جدا جدا في الميزانيه، هتوفر معاكي. وبرده الحاجه الحمد بص اللهم بارك، نص البفتيك او نصه كان في الحله ونص التاني كان منه، والصوص كان اكتر سيبته لتاني يوم عشان قلنا ناكله بقى نغمسه بعيش وكده. الممبار بصراحه كان مش مستاهل ان احنا ناكل جنبه عيش، اللهم بارك كان يعني شبعنا كويس جدا. فاللهم لك الحمد، ربنا يزيدها نعمه محفظه من الزوال. هنا بقى بصوا طبعا المواعين يعني ما حبيتش ان انا اعملها معاكم، الجو كان حر جدا، وقفت كتير في المطبخ اعمل البفتيك والممبار، فقلت لا مش قادره اقف بصراحه اصور وكده المواعين، حبيت كده اختصرها معاكم. الحمد لله خلصت بقى المواعين، خلصت الحاجه وهغسل معاكم البوتاجاز. وقلت بقى في الاخر اطر علينا كده بشويه عصير كده فريش وكمان ساقع. هنا الازازه دي بحب احطها جنبي كده في المطبخ لما اكون ورايا شغل كتير، بحب اشرب منها عشان ما انساش نفسي في موضوع الميه. الميه بصراحه حلوه قوي قوي، بالذات في الصيف ده لازم يكون ميه جنبك كده على طول وتشربيها باستمرار. اللهم صل على سيدنا محمد. هنا بقى البوتاجاز بتاعي كان يعني لا احسد عليه طبعا، طبخت عليه، عملت الممبار وسلقته وقليت وحمرته، فالموضوع كان زحمه قوي. البوتاجاز بصراحه كان متبهدل جدا جدا. سبته بقى لحد ما خلصنا فطار وغدا والكلام ده كله، وقلت في الاخر اليوم بعد المواعين هبدا اعمله كده. انا بصراحه محافظه عليه من ساعه ما عملته تنظيفات العيد معاكم، فاللهم لك الحمد مش مخليه فيه حاجه يعني، اول باول كده بحاول اعمله، بس طبعا من الزيوت وكده كان متبهدل، فقلت لا لازم اجيب كله بقى حوامل وعيون كله كده اعمله مع بعض. بشويه صابون معين كده عادي خالص. وفي الاول الرشيط ده كان خل. قايله لكم على البخاخه دي مهمه جدا جدا يا بنات في المطبخ بتاعكم، لازم تحطوا خل على ميه، ولو حابين تحطوا شويه زي صابون مواعين يعني، او برسيل جل او برسيل جل او كوركس الوان، لا كوركس الوان كوركس الوان وخل وميه، بجد بتبقى تحفه جدا، بيلمع الاستانلس بيلمع الرخامات، اي حاجه اي بقعه تلاقيها على اي حاجه في المطبخ ترشها رشتين كده هتفك معاك اي بقعه. اللي هو الكوركس الوان وخل وميه. انا ما بكونش عندي كوركس الوان اللي انا بجيبه السايب ده، بحط اللي هو صابون مواعين عادي وخل وميه، بجد بيبقى حلو جدا بقى. مثلا كده لبن فاير فيه زيوت كده مبقعه مثلا كسلتي عنها تغسلها في يوميها، تاني يوم بقى الكلام ده كله البقعه دي بتبقى صعبه جدا في انك تصبني بيها البوتاجاز. فالخل بيفك ده كله بصراحه، وبيلمع البوتاجاز بيخليه بقى مش مغير مش ملطخ كده، لا بيبقى بيلمعه بيخليه حلو جدا. بصوا بقى شكل البوتاجاز بقى عامل ازاي. العيون بقى غسلتها مع نفسي، والحوامل شطفتها زي ما كنت موريها لكم، كنت غسلاها معاكم. البوتاجاز معايا بقى زي الفل اللهم بارك. البوتاجاز خلصته، والرخامات لمعتها، والمواعين خلصتها ووريتها لكم. بجد كنت خلاص، اليوم ده كان حر جدا جدا، وطبعا بقى انت مشغله البوتاجاز يعتبر كام ساعه في اليوم، فالمطبخ كان حر جدا جدا. وطبعا ما ينفعش اي مراوح لان طبعا البوتاجاز شغال، فهتطفي العيون وكده فمش نافع. فاللهم لك الحمد خلصت اليوم ده، وقلت بقى خلاص انا ايه، هعمل بقى حاجه كده ساقعه نشربها. كنت بصراحه هعمل ليمون بنعناع،
فاولادي يقولوا لي لا يا ماما عايزين عصير اناناس، كنت مفرزاه قبلها بيومين 3 تقريبا. احنا كنا جايبين الفاكهه دي وكانت زياده، فقلت اشيل منها في الفريزر. فاللهم بارك نفعت. يعني الاناناس من الحاجات الجميله جدا الفريش اللي تنفع تتحط كده تتجمد وتبدا تحطها في الخلاط، حلوه قوي. هنا كنت انا فتحت معاكم الكاميرا، هنا بقى بنتخانق مين اللي يصب الاناناس. انا عملته عادي خالص، ميه وسكر، وهو اصلا بيبقى مجمد فكان متلج يعني مش محتاج اي ميه ساقعه. حطيت ميه من الحنفيه عشان تفكوا معايا شويه عشان الخلاط بس ميبقاش غلط عليه. والاناناس من الحاجات اللي لازم تتقلب كويس جدا قبل ما تصبيها، لان طبعا بيكتل. يعني بيبقى تحس ان هو من تحت سايل ومن فوق مكتل كده قطع اناناس. عايزه اقول لكم كان حلو قوي قوي. يا رب انشر لايك واشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.